على بالك وانت ماسك الموبايل بتلاقي فجاه we are excited to offer you the job. ويا سلام بقى لو كان بقالك وقت بتدور على شغل وعملت 500 انترفيو في كل شركات مصر، ساعتها بتحس ان الدم ضرب في عروقك وسمع قلبك زي الدرامز، وتبقى عايز بقى في ظرف 5 دقايق كده تجري تقول لاصحابك في الشغل وتقول لمديرك وتظبط الدنيا، وعايز تقول لمديرك في مشهد درامي انك مستقيل، عشان في اللحظه دي بقى يدرك ان هو خسر جوهره الشركه وان اخيرا ربنا نصرك. طبعا انا مقدره حماسك جدا، بس انت لو ما عملتش ده بشكل صح انت ممكن تخسر كتير قوي من حقوقك في الشركه، او انك تمشي مشكله. وما تقوليش بقى انا مش فارق لي وانا كده كده ماشي وخلاص، الماركت اوضه وصاله. فتعالى اقول لك على خطوات تمشي عليها عشان تسهلك خروجك من الشركه وانت واخد كل حقوقك. الخطوه الاولى انك ما تاخدش بقى خطوه الاستقاله بشكل رسمي غير وانت معاك اوفر برضو بشكل رسمي. شوف بقى لو مين حلف لك هنا، طالما ان هو ما اتبعتلكش اوفر رسمي بمرتب ووظيفه فهو كله كلام. غير كده انت حرفيا ممكن تسوح نفسك انك تستقيل لانك اخدت وعد، وتلاقي ان الدنيا قفلت في الشغل الجديد لاي سبب، زي ان هم مش عايزين الوظيفه دي، حصل ظروف في البلد او ظروف سياسيه، تلاقي نفسك فجاه في الشارع. طالما ما جالكش العرض فهو كل كلام. لما يجي لك اوفر الشغل انت ساعتها نقدر نقول ان انت خدت اول خطوه، ساعتها امضيه وابعته، وبعد كده قول للشركه اللي انت رايح لها طب خلاص انا هشوف مع مديري وهقول لكم انا اقدر اجوين من امتى. الخطوه الثانيه ودي بقى نقدر نقول ان هي الخطوه الاساسيه في الاستقاله، انك تبلغ مديرك. وهنا خليني اقول لك على غلطه كلنا وقعنا فيها في اول شغل لينا، ان احنا بنكون مكسوفين قوي ان احنا نقول لمديرنا، مش عارفه ليه، فنقعد نقول للبيست فريند والبيست فريند يقول للبيست فريند والبيست فريند يقول للبيست فريند، لغايه ما فجاه تبقى القطه اللي معديه قدام الشركه عارفه ان انت ماشي ومديرك لسه. وتخيل هنا بقى موقف مديرك وهو بيعرف من زمايلك ان انت ماشي قبل ما انت تقول. ساعتها بقى انت قدامك كذا سيناريو، لو هو ناضج ان هو هيتضايق منك بس، واخر لقطه ليكم مع بعض مش هتكون احسن حاجه. انما بقى لو هو مش ناضج فهو هيصعب كل خطوه عليك جايه، وهيخلي الايام اللي باقيه لك في الشغل كلها جميله يعني. انما بقى لو هو مش ناضج فهو هيصعب لك كل خطوه جايه لغايه اخر يوم ليك في الشغل. وده اللي حصل مع حد كان اسمه روبرت فارو، كان مهندس برمجيات في شركه ناشئه. لما قرر ان هو يستقيل ساعتها خد احتياطاته وما قالش لزمايله، بس قال لحد واحد بس، والواحد ده بقى قرر ان هو يعلن الخبر ده على جروب الشركه. والمدير ساعتها شاف الخبر من غير ما يقول لروبرت ان هو عرف، والنتيجه ان المدير اتخانق مع روبرت وطلب ان هو يشتغل فتره ساعات زياده قوي في الوقت النوتس بيريد بتاعه. من الاخر كده السول سميح قدره جامد، كان كده بيعاقبه بطريقه اندايركت وحط عليه ضغوط كبيره قوي. فعشان كده محتاجين ان احنا نتعلم ان اول حد هو فعلا من حقه يعرف هو مديرك. فاول حاجه محتاج تعملها ان انت تكون بتحجز مع ميتنج سواء فيس تو فيس او اونلاين، وقبل ما تدخل الميتنج تكون محضر كده ايميل الاستقاله بس ناقص بس على السند. وفي الميتنج ده خليك مجهز سبب واضح ومختصر لقرارك من غير ما تخش في تفاصيل كتير، زي ان انت مهاجر او هتعمل كارير شيفت او جالك فرصه احسن، كل ده عادي ومقبول جدا. كمان حضر نفسك لانه غالبا هيسالك ايه الشغل اللي محتاج تسلمه، وحدد اخر يوم شغل ليك. وخد بالك ان الشكوى في الوقت ده ملهاش اي لازمه، انت كده كده ماشي، فمفيش داعي بقى ان انت تجيب له القديم والجديد، اللي هو فاكر لما ما اديتونيش البونص، فاكر لما طلبت ان انا اترقى وما رقتنيش، فاكر لما جيت الشركه واللابتوب قعد شهر عشان يجي. كل الكلام ده نونسنس. وبعد ما تخرج من الميتنج بقى اللي انت متفق فيه مع مديرك على اخر يوم شغل ليك، هتحطه في الايميل وتبعت الايميل. من اول بقى الخطوه دي انت عادي ان انت تقول لاي حد وتشارك كل الناس فرحتك وكل حاجه. والخطوه الثالثه بقى وهي النوتس بيريد بتاعتك، او زي ما بنقول كده اخر وقت ليك في الشركه. طبعا احنا كلنا فاهمين ان في الوقت ده بيكون كل تفكيرك رايح للشركه اللي انت هتبدا فيها، وده في حد ذاته مش غلط، لكن بقى شغلك وامانتك في الوقت ده بيصير باخر بصمه وانطباع عنك هتسيبه في الشركه، واللي زي ما قلت لك في بدايه الحلقه انه هيكمل معاك وهتفضل معروف بيه. فالمهم ان انت تكون بتعمله في الوقت ده ان هو غالبا هيجيبوا حد ان انت يخلوك تسلمه الشغل، فسلموا الشغل بطريقه امينه ومنظمه، ووثق الهاند اوفر ده بايميلين حاطط مديرك في السي سي بتاعك. الايميلات دي بتقول ان انت سلمت الحاجات الفلانيه، ان لو في فورمز او في كونتراكتس معينه محتاج تسلمها ان انت سلمتها. واخر حاجه بقى انك بتسلم العقده بتاعتك او كل حاجه كانت الشركه مديها لك زي اللابتوب والموبايل، ولو في عربيه، الحاجات دي مش هدايا عينيه من الشركه. الخطوه الرابعه بقى والاخيره هي يوم الوداع. هو اخر يوم ليك في الشغل قبل ما نسلم على زمايلنا ونعيط واللحظات المؤثره دي. في خطوه اخيره مهمه جدا عشان تضمن حقوقك، اتاكد ان انت استلمت كل اوراقك الرسميه اللي انت جايبها، زي شهاده الميلاد، شهاده الجيش، شهاده التخرج. ولو انت بقالك وقت في الشركه معدي السنه مثلا ممكن تاخد لك شهاده خبره كده حلوه وهتنفعك لقدام. وامضي بقى على اخلاء طرف في استماره 6، وتاكد ان التاريخ اللي موجود في استماره 6 هو اخر يوم شغل ليك فعلا، اللي هو اليوم اللي انت فيه دلوقتي. وعايز حركه بقى شياكه الشياكه كده وتمشي باشا، ابعت ايميل بتشكر فيه المديرين اللي اشتغلت معاهم وزمايلك. في النهايه عايز اقول لك ان خروجك الشيك البروفيشنال ده هو اللي هيفتح لك الابواب بعد كده. فانت عامل حسابك انك وانت ماشي في الشغل انك هتتصرف كانه هيحصل اي حاجه في الحياه، وفي يوم من الايام هترجع له تاني. ما احنا اتفقنا ان محدش عارف الوشوش بتتقابل تاني فين وامتى. في النهايه بتمنى لك لو انت رايح شغل جديد ان هو تبقى بدايه حلوه وتنبسط فيها وتنجح. انا مريم عزت، ودايما في ببساطه ما تنساش لايك وسبسكرايب.